2016 في أولمبياد ريو دي جانيرو مع لا سيليساو، وقاد نيمار وماركينيوس للتاج الأولمبي، اللقب الوحيد الذي كان ينقص خانة وخزائن وسجلات بلائحة شرف الكرة العملاقة الكرة البرازيلية. عمل في الاندر 23 ذهبية أولمبياد ريو، قبلها بعام وصل الفريق الشبابي أقل من 20 سنة إلى نهائي مونديال. إذن هو مدرب مختص في الفئات السنية، والاتحاد المصري لكرة القدم ضربة معلم جاب وتعاقد مع روجيريو ميكا الشهير في الفريق الابيض حسام عبد المجيد، 17 لاعب الجيش، محمد شحاته في اليسار، محمود صابر، احمد كوكا 12 وهو ارتكاز الاهلي لمنتخب الفراعنه، الهجوم اسامه فيصل وثنائي بيراميدز، احمد عاطف الشهير بيوتا وابراهيم عادل قائد الفريق. ومن ارتدى للفريق المصراوي خطيره جدا، والحارس يتألق بالعروش على طريقة الزاكي، على طريقة المنتخب المصري، والفرصة الأخطر في يد التألق الأول كان مصراوي. مصر تهاجم المغرب هنا في الفراعنة في الكان، وفي آخر بطولة لما تمكن المنتخب المصري، منتخب مصري مقبل ولا هدف بين التصفيات والنهايات، ويبدأ مباراة وضد الكوليكتيف للمنتخب المصري كما تعودنا. اختر العشرة يلعب الكرة ابراهيم عادل الكابيتان، والتسديدة جول. عالمي يا مصري، عالمي عالمي عالمي، حتى له من طنجة مش ممكن. جول عالمي للمنتخب المصري، 1-0. هو شحاتة، هو محمد شحاتة. هل هو شحاتة 17 ومحمود صابر السبعة؟ عودي الصورة، اعطيني الكرة، هات الفرجة. هذه الصدة ملا كورة ملا شوطة ملا هدف. عالمي للمنتخب المصري، 1-0. نعم هو عربي بذكريات الثمانينات، بذكريات ابو زيد، بذكريات بيبو خطيب، بذكريات المعلم شحاتة، بذكريات. ترجع الكرة الفريق المغربي، يمشي بالكرة الزلزولي والبرسا، وصابر يقول له انا موجود، انا محمود. الانطلاق ذكية برشا، وحكاوا الاولاد في الاستوديو وانا نشط لهم الراي انه اشهد على الزلزولي وننتظر قرار الفار. قال له ريد كارت، هو كاماكو لن يثبت الان، كاماكو يحب يتاكد. اللقطة من هنا امامكم المشهد عبر قنوات البين سبورتس، ورقة حمراء على محمود صابر. كرة خطيرة، الزلزولي يمشي عبد الصمد والدفاع، والكرة ترجع للمنتخب المصري، المنتخب المصري والمرتدات الآن. الكرة بالراس كما قلت لكم، ما فما شيء في اللقطة الأخيرة لأنه يد 4 مرات في الأولمبيك جيمز. ترجع الكرة للمنتخب المصري، كرة مصراوية. 100 عام أولمبياد هاملت بين الماضي والحاضر، يرجع الوصول للتعادل. حاول المنتخب المغربي تعويضها باللقب الافريقي في لاعب الوسط محمود صابر في ثاني اهدافه بالبطوله. مبارياتهم 17، انتصاراتهم 11، تعادلاتهم 3 جدا. وتعودنا قلت في الدورات المجمعة لمختلف الفئات الهجوم. كرة عن طريق السيباري، مسكر روجيريو على هجوميا المغرب ماهاش لاقية لعبة. الزلزولي تحت المحاصرة مثل بافانا والكاميرون والسنغال خاصة. كرة تمشي مع العباد. في فترة كانوا متفائلين برشا انه هذا المنتخب قادر ان يحقق ميدالية أولمبية، ولكن بما يكتنزه من اسماء ونجوم، ولكن بصلابه المنتخب المصري وكما هي عادة خاصة الدربيات. الكرة تمشي طويلة، ليش كرة وصلت للحارس علي حمزة المصري، يدافع كرة خطيرة جدا بعد خطأ في الدفاع صعبة جدا، وجول. هدف التعادل، الفريق المغربي يلقى الحل من خطأ في الدفاع المغربي. المصري يسجل الجول يا دوريانيس رضا بكراوي. جول التعادل. الأسود يعوضون، الأسود يتعادلون، وأول هدف يقبل الحارس حمزة علاء في هذه البطولة.
بعد تقريب أكثر من 430 دقيقة أول كرة تدخل مرمى المنتخب المصري. هدف من الفريق الأقوى هجوميا في البطولة. الهدف عن طريق عادل. يمشي إبراهيم يدخل جزاء الشوط. فماذا سيكون قرار الأولمبيين هنا في استاد الرباط؟ خسروا 2012 في لندن ضد المكسيك في ويمبلي أو في الملعب. ترجع الكرة وميكالي هكالي لا تبالي ركنية وكرة ثابتة، كرة خطيرة جي على الحارس الدفاع. هل يصمد الفريق المصري في كرة خطيرة وعلاء يتصدى مرة أولى مرة ثانية وخطأ. فاول واضح للحارس الأهلاوي المصري. ممتاز هذا عادل، هذا ممتاز جدا. إبراهيم لاعب البيراميدز فار ولد استاد هذا الرباط. يتقدم عمراوي والدفاع وتنس كرة. ممتاز عادل وحده، عادل يشوط والدفاع يتصدى وحده. الزلزولي ما يعديش. وقف الفريق المغربي والأولى وترجع الثانية ويمشي التسديدة عادل والدفاع والركنية مصراوية. هم المصريين. كرة خطيرة من الكابتن. أنت جميل يا عادل، أنت جميل يا إبراهيم. شوف الكرة خطيرة ويتصدى الدفاع مع الحارس. اطلع فوق الجدار بذكريات منعم. ممكن خطيرة والحارس موجود. طويلة من بنعروش طويلة. زلزولي شو يقول الحكم؟ عمره ما ربح ماتش في كاس العالم رغم سيطرته المطلقة في افريقيا. هذا من الهجوم يمشي بالكرة عمراوي خطيرة وفرصة والهدف الثاني يضيع. يا كرة يا سيباري زلزولي سيباري. الثنائي الأخطر في المنتخب المغربي يصنع أول فرصة في الدقيقة 49 في المباراة. مباراة ملعوبة، مباراة قوية. السيد روجيريو ميكالي خطيرة للأسود. ومحمود داخل اللعبة ومعاه محمد بكري. هناك فايز وهناك خاسر، وهذه هي كرة القدم. مسات الإمكانية، مسات العرضية والخطورة صعبة جدا والتسديدة والاتاك. زلزولي الخطير والأخطر. زلزولي والدفاع والشرعي من أجل خلاص وتحقيق الكأس. والكرة في ضربة مرمى للحارس حمزة على أرقام الفترة الأولى والشوط الأول. طريق عبد الصمد 1 و2. زلزولي يحاول يشوط والدفاع على اليسار خطيرة جدا. لو يعدي الأول الثاني في التغطية. ممتاز تمشي كرة عمراوي وين يا العمراوي؟ ترفعنا من جديد. مراوغة ممتازة خطيرة جدا. يسدد كرة ويربح ركنية، ولكن على يمينه كان ممكن يخرج أحد الرفقاء. يا عادل إبراهيم عادل كان عنده اوبشن. ثم لاعب على يمينه. هي النتيجة، هي التوغل، هي الانطلاق، هي المراوغة، وهو الخطأ أيضا موجود. فاول للمنتخب المغربي. كأنه يقول لي استناني في هذه الكرة. تمشي على القائم الثاني. الكرة الإفريقية من كريم حقي إلى وائل جمعة. يعمل ليستا والشورت ليست واستدعى الأكثر من نجوم الأجدي. جيب لي الأسود والأبيض، جيب اللي ضحى من أجل الكرة الإفريقية. حتى الكرة على الحدود. يلعب الكرة إبراهيم عادل خطيرة وفرصة والحارس مبروك عليه الكاس. يمشي بالكرة إبراهيم عادل خطيرة والدفاع. واليوم تقلقوا برشا وبقطع النظر على التتويج. فما أداء منتخب المغربي بعيد كل البعد على إمكانياته الحقيقية. كانها كبرت عليه المباراة. كانوا خايف من الإخفاق في الفينال خاصة أمام جمهور. والدفاع المغربي موجود. ضغط فقط سواء. حط الكرة مرة أخرى. بلال خنوس والدفاع يتصدى. أوس حط الكرة خطيرة ملعوبة وفيها كرة صعبة وتكوين تعامل مع الشبيبة. ترجع الكرة للمنتخب السوري بمنطقة الجزاء. الدفاع يتصدى والكرة الثانية والدفاع. هنا كرة ممتازة وتسديدة بتاع هدف. والأولى يعود الثانية. السيبار الكرة إبراهيم عادل. إبراهيم هيما يصبغ. ترجع الكرة مغربية. هذه التوزيعة وين الراسية؟ هي بالراس جات. هي السلاح. الكرة على القائم الثاني بالراس ورجعت من الدفاع. كرة خارجية. الكرة من اليمين تحت نغمة وأنغام سير. ترجع الكرة ما يحاول يشوط كرة. الرباط ممتازة مغربية عرضية ويخرج الدفاع والحارس
لا أدري، سنتابع الكرة، كرة ممتازة والتسديدة ممتازة، والهدف الثاني كان قريب. التسديدة من الصابيري في الشوط الثاني أفضل بكثير، أو السيباري، يحصل على الصابير في سبورتينغ في البرتغال. والثاني كان في الوسط يحكم بأحكامه مع كريم ماروك. عمراوي هو الثاني، 1-2 على ديابونتاج أسبقية، يمشي بالكرة عماد سليمان، هو جيل 87، هو أسامة حتى الكرة بالصعبة خطيرة جدا، الانطلاق عرضية المنتخب المصري، إبراهيم الكورنر، عرضية خطيرة والدفاع يلعب الكرة والدفاع المغربي موجود، خطيرة لفيصل وفي خطأ نعم موجود جدا، يضرب العيد، حط الكرة عيد يلعب كرة يضرب والدفاع، ترجع كرة مغربية، يمشي بالكرة خطيرة جدا، والثاني البطولة يا مغربي، مش ممكن الفرصة الأخطر. كرة القدم غدارة، المهارة الفردية تصنع الفوارق. شوف المغرب من كرة كاد يسجل بطولة وانتصار، خطأ في عمق الدفاع. الأولى اليوم في الرباط، المغرب تدافع، مصر تحاول، ولكن الغدار ممكن والقاضية ممكن. الآن بنالتي ما زال في المباراة أكثر من نصف ساعة، وقتها الأصلي لخنوس، يمشي بلال والعيد، إبراهيم فيصل خطيرة، التسديدة، يلا الله على كورة، الله على الثاني المصراوي، بابا الشوطة كانت قريبة بذكريات أهداف مجدي عبد الغني. يمشي بالرقم 2 ظهير ويمين، يلعب جناح، ضربة راس، لا فاسر، والثاني في التغطية، ينجح في التوزيع، والهدف الثاني. مش ممكن يا حمزة علاء، حمزة قلب الأسد ينقذ المنتخب المصري من القاضية. يا التسعة، يا الوسانية. عمراوي آخر كرة، شبين القد في آخر لحظة خطيرة. المغرب مطالب بالمجازفة أكثر، طبعا مطالب بمجازفة مدروسة. الانطلاق، التوسيع مرة أخرى، هذه صعبة بالراس، برافو. إبراهيم هرب، إبراهيم دخل، إبراهيم شاء، إبراهيم يوسع، إبراهيم يحضر. التسديدة من مباراة كبيرة بدنية لأحمد كوكا، التوسيع والحارس موجود، يرجع بالكرة، محاولة خطيرة جدا، لف ودار، عرضية، التحدي مع عيد، يعمل مراوغة والدفاع والشوطة والثاني. الزلزولي هو الحل، قلت لك يفيق الزلزولي لاستفاق المغربية. ترجع كرة مغربية، برشا لعب فردي الآن المنتخب المغربي، وشوطة جديدة. أنا باش نعطيك على روعة الأداء المغربي في الإكسترا تايم الأولاني، 90 دقيقة. أعطي الكرة الزلزولي وعبد الصمد يتصرف عبد الصمد، والكرة ضربة مرمى خرجت من البداية على الزلزولي. حس بدنيا متفوق ورجع الانتعاش اللي قلت عليها، خطيرة، والحارس يخرج بالروح من الجريدة، والحكم يقول خطأ للأسود، فاول المنتخب المغربي. 1-1 ولا 2-1. مغربي بالهدف الثاني. الكل انتظر الزلزولي، ولكن جاءت القذيفة من القادمين من الخلف. المغرب تخطف البطولة في آخر رداءات الوقت الإضافي، وخطأ قاتل من حمزة علاء، خطأ قاتل من الحارس. هذه هي كرة القدم. المنتخب المغربي في الوقت الإضافي سيطر، تفوق، خلق فرص.